أن بدأ حياته الرياضية، والجميع يتنبأ له بأنه سيكون يوما من الأيام أحد أهم أبطال لعبة التايكوندو، نظرا لإصراره وعزيمته ورغبته في تحقيق الانتصارات واحدة تلو الأخرى. فلم يكتفي بأن يكون بطلا أولمبيا بتحقيقه الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، بل واصل في كتابة التاريخ والإنجازات، واستطاع تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكوندو والمقامة في المكسيك بعد غياب 9 سنوات. سيف عيسى، البطل الذي لا يكل ولا يمل من صناعة المعجزات. ولد سيف في 5 يونيو 1998 لتبدأ رحلة البطل المصري مع لعبة التايكوندو من نادي الصيد، حيث خاض أولى بطولاته مع المنتخب المصري وهو في 16 من عمره، واستطاع أن يفوز ببرونزية التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد الشباب، والفوز ببرونزية أولمبياد الشباب بكين 2014، لتبدأ معها رحلة البطل سيف حسين عيسى نحو العالمية. في عام 2015 حصد سيف الميدالية الفضية بدورة الألعاب الإفريقية بالكونغو، والميدالية الذهبية ببطولة المغرب المفتوحة، وبرونزية النمسا، وبرونزية أسبانيا، وذهبية ألمانيا. واستطاع تحقيق 6 ميداليات ببطولات الجائزة الكبرى للتايكوندو. وفي عام 2019 توج ببرونزية دورة الألعاب العالمية العسكرية، وواصل إنجازاته التي لم تتوقف، وأحرز ذهبيتي بطولة إفريقيا 2021 و2022، وذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران 2022. لم يكن مشوار عيسى مفروشا بالورود، بل جاء بعد تعب وجهد، جهدا كبيرا لا يتحمله سوى بطلا ولد كبيرا. ففي عام 2016 كان سيف عيسى أبرز مرشحي أبطال التايكوندو لخوض أولمبياد ريو 2016، حيث شارك في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، ولكنه لم يستطع حجز بطاقة العبور بعدما أحرز الميدالية البرونزية آنذاك، ويتأجل مع الحلم ويمتد ل4 سنوات أخرى من أجل تحقيقه في طوكيو 2020. وفي عام 2018 تعرض سيف عيسى للإصابة بالرباط الصليبي في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بمدينة مانشستر الإنجليزية، ليكتفي وقتها بإحراز الميدالية البرونزية قبل عامين من انطلاق دورة طوكيو 2020. وبعزيمة الأبطال نجح في العودة من جديد بعدما استطاع أن يعود بقوة ويخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ليبدأ الحلم الذي طال انتظاره بالمشاركة في أكبر عرس أولمبي على مستوى العالم، لينجح في إبهار العالم بتحقيق الميدالية البرونزية وهو لم يتعدى 24 عاما من عمره. وتعتبر ذهبية باريس المقبلة 2024 هي الحلم الأعظم لسيف التايكوندو سيف عيسى، والتي يتمنى تحقيقها. وهذه كانت الحكاية من البداية، ولكنها ليست النهاية.